يا أخي من الذكاء الاجتماعي إنك أنت تكون غبي بمزاجك، أو حتى لو بنلطف العبارة ما بنقول غبي، يا أخي تمشي بعض الأمور اللي تمشي. ويا كثر الأمور في الحياة هذه اللي تمشي، اللي ما تحتاج إنك أنت توقف عندها وتبدأ تبين مين أنت. عجبني كلام الدكتور خالد المنيف، وهو ملك المرحلة الملكية، المرحلة اللي هي تشتري دماغك تعيش بسلام. يقول أنا أمشي بمعيار من 1 ل10. 10 هذه فيها قص رقاب تب، لكن في مواقف كثير قاعد تعدي في حياتنا ما تستاهل. يعني لا تسوي من الفقاعة بالونة ولا تسوي من الحبة قبة. الحياة بسيطة وسهلة وتعدي. حتى قاعد يمثل بأنه لو انكبت الموية على ثوبي كم أعطيها من 10؟ 0 أصفار، وفي الأخير واحد دخل علي بسيارة، واحد سب من بعيد، واحد قال، واحد. يعني أحيانا أنا أوقف أمام ناس يكبروا مواضيع، والله أقعد أستغرب، أقول ليش وصلها لهذه المرحلة؟ واحد من التابعين السمر عطاء بن رباح له مقولة مشهورة، يقول إن الرجل لو يحدثني بالأمر أعرفه قبل أن تلده أمه، فأصغي إليه حتى ينتهي حديثه وأريه بأني أسمعه لأول مرة. الله، تسليك؟ إيه نعم تسليك. نكسب قلوب بعض. في بعض المجالس تشوف إنه الواحد شات ولازم هو يقنع، ولازم وهو الوحيد اللي يتكلم، هو الوحيد اللي عنده معلومات، فاهم في كل شيء. السواليف والهروج والقصص ما هي قرآن. تحتمل الصواب والخطأ والملح والكمون، عادي تمشي. مو لازم انت تبين بانك انت صاحب تبى تعدل الواحد او تقدر تعدل، عدل له اذا كان يتقبل، لانه في ناس ما تتقبل انك انت تعدل له، وفي ناس تنحرج لانك حتطلعه كذاب ما يعرف وراي اشاعات او ما عنده ثقافه. ما تقدر، حتى ما يحتاج تطلع برا تقول للناس والله ما يفهم لانه ذيك المره قال لا يمكن جاته المعلومه خطا. يا اخي نعذر بعض.